السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي ومتابعين المحترمين، متابعين زاهية داوود. الله يستركم دنيا وآخرة، الله يبارك لكم، الله يزيدكم من نعم الله. كل سنة وانتم طيبين وفي بيوتكم متهنين وبولادكم فرحانين. ربنا يستركم يا رب. كل الناس المحترمة تشتغل على الراس. أول حاجة يا حبايب قلبي، بدعي للشيخ أم ناصر، حبيبة قلبي يا شيخ أم ناصر، ربنا يسترك دنيا وآخرة. ربنا يحبب فيك الرب والحصى اللي في الأرض ويسترك دنيا وآخرة، زي ما انت جبرت بخاطر كده. ربنا يكبر بخاطرك جبران الخواطر على الله فعلا. ربنا يسترك يا رب ويزيدك من نعم الله ويجعل القليل في ايدك كتير ويشفي زوجك، ويا رب يا رب ويخلي لك أولادك، اللهم آمين يا رب العالمين. طبعا يا حبايبي، ربنا يرحم جميع موتى المسلمين، اللهم ارحم بنت وجوز بنت وارحم جميع موتى المسلمين واشف كل مريض، اللهم امين يا رب العالمين. ويكفينا شر الحكم الظالم ويكفينا شر القيل وقال، اللهم امين يا رب العالمين. طب يا هتتكلم على يا ام ايمن، انا بشكر في الشيخ ام ناصر ان هي جبرت بخاطر يا جماعه الخير، وجبران الخواطر على الله، ربنا يبارك لها، ربنا يسترها دنيا واخره. طبعا يا جماعه الخير، انتوا عارفين اللي بيحصل على اليوتيوب والخناقات والمشاكل وكل ده، واحنا يا جماعة برضو في اشهر حرم، يعني احنا في اشهر حرم، فربنا سبحانه وتعالى يرفع أعمالنا إلى رب العالمين، واحنا صايمين ومصليين ونتجه لرب العالمين، لأن فعلا محدش ياخد من الدنيا حاجة، وجبران الخواطر على الله. واللي بيقطع رزق حد، ربنا موجود، ربنا ما بينساش حد. ما هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك العبد في التفكير والرب في التدبير. يعني انا بفكر وربنا بيدبر، فربنا يا جماعه ما بينساش حد ابدا، والله العظيم مهما يعملوا ربنا كبير ما بينساش حد. ربنا يستركم دنيا واخره ويبارك لكم يا ارحم الراحمين. طبعا عارفين يا جماعه ان انا بحب زاهيه داوود، وانا بقول الاختلاف في الراي لا يفسد في الود قضيه، والاخوات عمرهم ما يستغنوا عن بعض. يا رب يا حاجة ام ناصر، انتم ام فالح ترجعوا لبعض وتبقى حلوين، يبعد عنكم اي حاجة وحشة ويبعد عنكم اي مكروه، وخاركم على اليوتيوب كله والله، وخاركم على الناس كلها، ربنا يسعدكم. نفس الكلام برضه يا جماعة، أنا بتكلم وبقول الحلمية والزاهية إن هم يرجعوا لبعض والأخوات كلهم، لأن يا جماعة الدخل بين الأخوات خارج. أنا بتمنى من كل قلب والله إنهم يصطلحوا، بس بالنسبة لزاهية إنها مظلومة يا جماعة، زاهية مظلوم، زاهية ما يفحلها، وكل بلوى تحصل يقولوا لك زاهية زاهية وداعمة زاهية. طب إحنا يا جماعة الخير، إحنا شفنا زاهية مرة فتحت لايف وحد دخل دعمها قليل، لو حد دخل محبة كده، بس يا حبايب قلبي ما شفناش حد دخل عند زاهية ودعمها، حتى لو لها محبين او لها داعمة. ما اليوتيوب كله بيدعم يا جماعة، اكبر القنوات كلها قنوات مليونية وبيجي لها دعم وبيجي لها ملايين وبيجي لها فلوس وبيجي لها كل حاجة بيجيبوها. عرفت يا حبايب قلبي؟ فبصراحة ربنا يا رب يصلح حالك يا زاهية، وما ترديش زي ما انا قلت لك كده يا حبيبة قلبي، ما ترديش، خليكي في محتواك، خليكي في فيديوهاتك، خليكي في اللي انت فيه، ما ترديش وسلم امرك لله واصبر واحتسبي. والله يا جماعة الخير ما في احسن من الصبر، بعد الصبر جبر، وربنا جميل جميل جميل، احن منه ما فيش، وعظيم وبيدي لكل حي حقه. وربنا إن ربك لبالمرصاد، وكما تدين تدان، هو تحسب يا ربنا بيسيب؟ ده لو بيسيب كالسيب الدم على اللبن، لكن ربنا سبحانه وتعالى ما بيسيبش حد يا جماعة. اصبر يا زاهية وربنا يديلك حقك ان شاء الله، مش بالكلام يا جماعة، ده هو ربنا كبير، ربنا كبير. انت فيديوهاتك جميلة ونظيفة، فيديوهاتك حلوة، بتشقى على محتواكي، انت شقيانة على محتواكي. لا، عاملة القناة برضو يا جماعة مصدر رزق لها لولادها، فربنا معاه. فاللي انا شايفاه يا حبايبي، كل حاجه ما تحصل يقولك ده اللي وراها زاهيه. يعني الموضوع اللي حصل عند الست دي، انا ما بص يا جماعه، انا من جوايا من ساعه ما قالت ده في واحده بعتت لي فلوس، اللي هي الاستاذه منى ديك اللي هي من الامارات، طبعا يقولوا عليها ده لطيفه. طب ما هي قال لي جاب لطيفه من السعوديه للامارات، ده بعتت لي فلوس. ما فيش حد يا جماعه هيبعت فلوس ويجي طالبها تاني ابدا، يستحيل، يستحيل. طب والست اللي هيفيدها بكده؟ انا مثلا معايا عفوا يا حبايبي،
معايا حوالة او معايا حاجة انا اطلعها. انا حد هددني بولادي انا اطلع. القانون يا جماعة فيه حكومة وفيه، يا جماعة مصر بخير والمصريين بخير، مصر بخيرها وبشعبها وبرئيسها وكله ده في امان. مفيش اي حد بيهدد حد كده يا جماعة. فانا الكلام ده اللي انا بقوله، ان اكبر غلط يا جماعة ان انا مثلا حد يبعت لي حاجة ويرجع يقول لي بعتها تاني، دي ينفع ازاي دي؟ حتى هي من ساعة ما كنت انا معاهم يا حبايب قلبي وطلعوا قالوا ده ضد مصر ولا ضد الكسر، انا ما دخلش عليا المواويل ده خالص، لان ده كله هقص 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 زي ما بحكي لكم كده. كل حاجة يقول لك وراها زاهية. حرام عليكم، اتقوا الله، سيبوا الست في حالها. ست ملاش دعوة بالمواويل دي. كل حاجة تقولي ده داهية داهية، حرام والله، والله العظيم أكبر حرام. أنا شفت صورة امبارح لزاهية داوود، أقسم بالله أنا زعلت وحزنت. والصورة دي محطوطة امتى؟ كان امبارح الجمعة يا جماعة. أيوة، يعني أنا كنت بصور الفيديو ده النهاردة السبت وصباح الحد يعتبر علينا بخير وسلام. اقسم بالله، وكان نص شعبان ومطلعينها. انا قمت كده قبل الصلاة ببص لقيت الصورة بتاعتها، بقيت استعجب على الصورة. وانا برضو محطوط له صورة وجنبها وش كلب، ويقولوا تعالوا شوفوا ام ايمن الحرامية. طب وليه؟ لا ده كله قال هينوبكم من كده. انتوا بترضوا مين؟ انتوا بتشيلوا الذنب على فكرة. اللي انتوا هترضوها دي والله ما هتحوش عنكم عذاب القبر ولا هتحوش عنكم اي حاجة. اللي انتوا بترضوهم دول مش هيخشوا معاكم قبركم، والله ما يخشوا القبر معاكم. ده ربنا سبحانه وتعالى لما البني ادم بيموت ما بيجرش معاه، ولا هتاخدوا لا ولد ولا بنت، ولا هتاخدوا حتى حاجتكم ولا اي حاجه. يعني ما فيش حد بينفع في القبر. فليه بتعملوا كده؟ ليه بتروحوا تحطوا صور؟ ليه تكتبوا الكلام القذر؟ ليه بقى؟ ده انا مسلمه امري لله، وانت يا زاهية برضو سلمك امر الله، وكل المظلومين ربنا يهدهم حقهم. ربنا كبير وعظيم، احن منه ما فيش على عبيده يا جماعة. احنا في اشهر حرم. ربنا ان شاء الله يتقبل منا كل حاجة بنعملها حلوة. كل حاجة حلوة، لكن كل حاجة وحشة يعني ربنا هيكرهنا. هنبقى احنا مكروهين عند رب العالمين، وهنبقى مكروهين في الارض، لان ربنا لما بيحب انسان سبحانه وتعالى بيحب فيه إنسان، بيحبب فيه عبده، بيحبب فيه. بيقول يا ملائكة أنا بحب إنسان ابن يعني فلان ابن فلان فأحبوه. لما بيكره إنسان بيقول لك أنا بكره في عبيدي. فربنا سبحانه وتعالى إن ربك لبالمرصاد وكما تدين وتدين. بيقول لك إياك ودعوة المظلوم. أقسم بالله أنا شايفة كل حاجة يعملوها يقول لك هي زاهية اللي وراها. طب زاهية مالها ومال منى؟ طب منى دي مش داعمة يا جماعة، منى دي من الأمارات بتخش عند شهيرة. طب ما همونة ده لو بتدعم كان دخلت دعمتني لما اتقطع عني الراتب والفلوس اللي كان بتديها لي. لما دخلتش عطتني، لما قالتش اقف مع ام ايمن في الازمه بتاعتها وفي زنقتها. طب لا الحاجه لطيفه ما وقفتش معايا؟ لو انتوا بتقولوا حق في دعم، لا دي ما بيدعموش حد يا جماعه. الدعم بيبقى عندكم انتوا اللي بيجيلكم الدعم. فربنا كبير يا جماعه، وربنا كبير احن منه ما فيش. هقول لله الامر من قبل ومن بعد. اصبر يا زاهية على اللي انت فيه، ده ابتلاء. انت عملت الحلو كله مع اخواتك واتقلب عليك شر، بس برضو ربنا مش هيضيع عليك اجر، لان الخير اللي هم فيه انت السبب فيه. رب العالمين هو الاول وانت السبب. انت اللي عرفتهم اليوتيوب، انت الاساس. انت الاساس يا حبيبة قلبي. انت اللي رحت عملت القناة وعملت القناة بدهود. كل اللي عمل قناة بعديكي هم استفادوا، طلعوا عمرات وبنى بيوت وجالهم دعم وجالهم ده، بس ما بقوش عليكي وباعوكي في اقرب فرصة. فربنا ان شاء الله هيديلك حقك، احن منه ما فيش على عبيده. وبرضه انتوا اخواتي حبيبة قلبي، ربنا يصلح حالكم ويروق بالكم، اللهم امين يا رب العالمين. هقول لله الامر من قبل ومن بعد. ربنا يصلح حال الناس كلها ويصلح حال العباد والباد، اللهم امين يا رب العالمين. وينصر جميع الشعوب يا جماعة. بصوا للي احنا فيه، بصوا لمصر، بصوا للي بيحصل. ربنا يصلح حال العباد والبلاد. كل واحد بيقول يلا نفسي دلوقتي. اليوتيوب بقى منصة، يعني منصة فتنة. مش قادرة، ما بقدرش اقول الكلام ده. قذارة، قلة ادب، سفالة. لا الاخوات راح من بعض، ولا الامهات راح من بعض، ولا اي حد. فربنا كبير وعظيم. يا رب ده الكل حي حقه وادينا معاه.
وربنا يدرق على ولادكم ويخلي لكم ولادكم ويكفيكم شر المرض، اللهم امين يا رب العالمين. وده الفيديو النهارده كان على زاهية. يديلك حقك يا زاهية يا داهود، انتوا اي حد مظلوم ربنا كبير. وخليك يا حبيبتي في محتواك، ما تردش على حد خالص، خليكي ثابتة على مبدأك وربنا معاك.